ودي طريقة اللحمة اللي هتشرفك قدام ضيوفك، وده هيبقى أسهل وأجمل طاجن ممكن تعمليه في أي عزومة، وكل اللي هياكلها هيسألك عاملاها ازاي. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معايا 3 بصلات مقطعاهم حلقات، بس تكون حلقات رقيقة. عملت ميكس ما بين البصل الأحمر والأبيض، كمان ضفت فلفل ألوان، ضفت نص معلقة من بهارات اللحمة، ودي بهارات برافا فما بكترش منها لأنها بهارات من خير الطبيعة وبهارات ريحتها قوية قوي. فالربع معلقة منها بمقام معلقة، فضفت نص معلقة بس صغيرة. كمان معايا ربع معلقة زي ما انتوا شايفين كده من البابريكا، والبابريكا دي بابريكا مدخنة. كمان ضفت فلفل اسود وملح وسنة كده من القرفة. معايا كمان حوالي 3 معالق أو معلقتين من البقدونس، وهاحاول بقى أقلب كده كويس جدًا بإيدي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، لحد أمّا أحس إن البصل دِبِل معايا وطلّع مَيّته. وفي الوقت ده وأنتِ بتقلبي البصل هتشمي ريحة ولا أروع من كده. هنرفعه على النار متوسطة، وهنضيف عليهم معلقتين سمنة أو زيت، وهنحاول كده بس ندبِّل البصل، يا دوب بس كده يعني يسخن البصل معانا كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هانزل بقى باللحمة بتاعتي، واللحمة دي مسلوقة، والله مسلوقة، وهتطلّعي منها أحلى طاجن لحمة ممكن تاكليه. طاجن بقى تسميه بقى كباب حلة، تسميه طاجن لحمة بالبصل، طعمه أنا عايزة كل اللي يشوف الطريقة يجرّبه ويحكم بنفسه. بعد كده ضِفت طماطم، واحدة بس من الطماطم بابشرها، هنبشرها بالمبشرة علشان بس إحنا عايزين نتخلّص من القشر بتاعها. بعد كده هنضيف كبشتين من الشوربة، وهنغطّيها ونسيبها حوالي 10 دقايق على نار متوسطة. وبعد كده هنجيب طاجن أو صينية أي حاجة متوفرة عندِك، وهندخّلها الفرن برضه حوالي ربع ساعة كده أو 10 دقايق تتشمّع بس معانا. إحنا هنشغّل الفرن مش الشواية، يعني هنشغّل الفرن من تحت ونحطها في الرف المتوسط على نار فوق المتوسطة كده، ونسيبها حوالي ربع ساعة، 10 دقايق لحد أمّا تتشمّع كده معاكِ وتبقى بالجمال ده. عارفين طواجن اللحمة اللي بناكلها في المحلات اللي بندفع فيها مبلغ قد كده، هي نفس الطعم وأحلى كمان. أكيد هتعتمديها في أي عزومة عندِك، هتشرّفِك بجد قدّام ضيوفِك. كل اللي هيدوقها مش هيصدّق أبدًا إن هي باللحمة المسلوقة. جرّبوها عشان متأكدة هتحبوها، وألف هنا.